كان يا مكان في قديم الزمان، هذا شحال مطول. كان تيملك دار قول قصر، بالمنظر تبهر. هذا اللي داز وشاف، وعلى جنابها طاف. ولكن اللي كتاب لو دخل، عيني توحل في السقف وجنابه، وفي عجايب البواب. حيت كل صانع فنان ما خلى في جهده من زخرفة والوان. وعاد لخصص صناف الورد، المهم قطعة فنية يعجز يوصفها لسان. هاد الدار العجيبة يجحا عملها من زهل الناس الكبار، حيت ولا من صحاب الموال، وكان كل شي على وناس تعوال. وشي مرة دخل عنده واحد من العيان، وغير شاف ما شاف، صبح متيم والهان. وهو يقول لجحا هاد الشي عندك تايفتن، واش تبيع ولا ترهن؟ هو يرد جحا عليه اسيدي الحاجة لي متى تتباع متى تشرى حرام، والرهين ما يحقق دوام. واخا كلمة نبيعها ما كانت لي حتى في الحلام. يلا هيدي تاجر عطاه ثمن، وجحا يرفض، ومن هضره حتى ولات بالصح، ودخلوا المعقول والصح. منين حس جحا بثمن بحال اللي طاح عليه من السما، حيت قبل يبيع وفي نفس الوقت ما سخاش بالمكان. ولكن هيهات جحا فنان في الحيلة، وعنده لكل مشكلة وسيلة. هو يقول ليه اسيدي الله يربح، تستاهل، وانا الله يصبرني على فراقها. وهنا التاجر يرد عليه يا جحانا العزيز، مرحبا بك في كل وقت وحين، ونلقاو بلا جلس تكفين. قال له جحا اسيدي هاد مرحبا بغيتها تكون بالقانون، ما عندي ما ندير بالكلام المزهون. وهو يقول له التاجر نشوفوا اللي يعزف ليك مرحبا بالقانون. وهنا قال له جحا اسيدي قاع لا تعد براسك، اللي غادي يعزفها كاين هما العدول. التاجر قال له كيفاش؟ وضح لي ما فهمتش. هو يقول جحا اجي معايا لوسط الدار، تبعني وشوف هاد المسمار اللي في هاد الحيط. قال ليه راني شفتي وا. قال له جحا يعني مبروك عليك الدار الا هاد المسمار. قال له شحال هاد المسمار وكان؟ قال له كان، ولكن كل شي توثق عند العادل. رد عليه التاجر غدا يوصلوا ليك فلوسك، وجاوبو جحا وغدا نخوي ليك الدار، وعافاك تهلا في المسمار. يا سادة يا كرام، هذا مكان من قصة المكان اللي تباع، وخبارو شعبي الكبير والصغير. والتاجر فرحتو مالها نضير، حتى داز القليل من الايام، وجحا قصد دارو القديمة في نزول الظلام. وهو هاز في يديه طرف من جيفة تجيف بريحتها الكريهة، واللي ما ينفع معاها لا طيب ولا انواع الريحة. الخادم حل وجحا دخل، والتاجر وحل. منين شاف جحا قصد المسمار اللي مرسوق في الحيط، وعقد الجيفة بالخيط ودلاها. ومنين مول الدار طار واستنكر، قال لي جحا يا صاحبي نتفكر باللي وصيتك على المسمار نعلق فيه الخزار ولا الحمار. وهنا التاجر بردلو الماء في ركابي، وبقى على يديه ورجليه حابي، حتى دخل البيت وتقول ضربو عفريت. مرض شهر بالتمام، وغير داز ايام هو يعاودها، والتاجر تيتفقس ويعبس. ومنين وصلات بيه العظم تقلق وطلع له الدم، قصد قاضي البلاد وقدام ساير العباد حكم لصالح جحا، حيت العقد صريح والمسمار صحيح ما يطيح. وما بقى عند التاجر غير حل يتهنى ويفك عليه هاد المحنة. قال له جحا بشحال تبيع؟ جاوب التاجر بثمنها اللي شريتها به منك. قال له ما نعطيك حتى الربع. قال له التاجر كاين اللي يشريها. قال له جحا الله يربح الشاري جديد، مسمار تابعو. وبالفعل حتى واحد ما قدر يشري. وفي ديك الساعة التاجر مسكين باع الدار اللي خردلاتو بطرف شنق، حتى ولا قريب يولي حمق، وما في لسانو غير الدار المسمار الدار. يا سادة يا كرام، وهكذا جحا رجع دارو بفضل مسمارو، وبقات مسلا على سير الايام، فهامة وكلام بمعاني واضحة،
ولكل زمان صالحة مسمار جحا.